الشيبسي في الاير فراير. تعالوا نشوف بقى احنا عملناه ازاي. الشيبسي في الاير فراير. طبعا اول حاجة هجيب البطاطس بتاعتي واكون متأكدة 100% ان هي بطاطس تحمير. انا طبيعتي او طريقتي في الشيبسي بجيب البطاطس اقشرها واقطعها شيبسي عادي، واغسلها وانقعها في ميه وملح وليمون وخل، ولو حابه تحطي شويه شطه حطي براحتك. هنقعها بقى واسيبها منقوعه كده حبه حلوين في الميه، بحيث ان هي تبقى متملحه. تمام. قالوا بقى ايه، في خطوات كده هعملها علشان اعمل الشيبسي في الاير فراير. طبعا هو متعب شويه يا جماعه، بياخد كده ايه يعني، بياخد وقت وخطوات كده، بس طبعا عشان توصلي للنتيجه الايه الكويسه في الاير فراير الشيبسي. اول حاجه هنا انا جايبه مصفى، طبعا هصفي منه الميه، حطاه كده البطاطس في قلب الميه صفيه. تاني خطوه بقى كده بجيب عندي حله او ووك او اي حاجه غويطه عندك، واحط فيها شويه زيت كده يعني حوالي ربع كوبايه زيت، حطها في قلب الوك بتاعتي، وهنزل بقى عليها بالبطاطس وهغطسها في الزيت، وهبتدي بقى كده في جوانب الحاجه بتاعتي او الحله بتاعتي، اروح حاطه البطاطسايه كده ايه تصفي الزيت بتاعها. بصوا زي ما انتم شايفين كده. والخطوه دي انت ممكن تستغني عنها عادي، ممكن تحطي على طول البطاطس او الشيبسي في الاير فراير. كده كده الزيت الزياده بينزل في القلايه من تحت. طبعا انا بقى بعمل الخطوه دي امتى؟ طبعا البطاطس بتبقى او الشيبسي في الاير فراير لما باجي اقلبه المده التانية بقى او على الوش التاني، ببتدي اعمل الموضوع ده بحيث ان هي تصفي ميتها او تصفي الزيت بتاعها عبال ما اللي في الاير فراير يخلص. فواصله لكم الفكره انا بعمل ايه؟ هو يعني خطوات كتيره ومتعبه شويه، بس النتيجه يعني ايه كويسه. هي دي النتيجه اللي انا وصلت لها بصراحه، للنتيجه الكويسه. عملته قبل كده في الاير فراير وطلع معايا عامل زي الرقاق من غير زيت. مره بزيت رشيت كده بالبخاخه، ما عجبنيش، حسيت ان انا باكل رقاق عيش كده، مش بطاطس، ما كانش فيه طعم البطاطس خالص. فدي الطريقه بقى اللي انا ايه اعتمدتها في الشيبسي مع القلايه بتاعتي. بحاول بقى ايه اعمل كميه كبيره بحيث ان هي تبقى كويسه معايا وتقضيني. بصوا بقى، شغلتها على برنامج البطاطس ودرجة حرارة 200 وهي 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بقى اوريكم اللي حصل. وبعد ال10 دقايق هبتدي بقى ايه اقلبه الناحية التانية. قلبته كله، هحطه بقى تاني، هحطه تاني، هشغل عليها تاني الاير فراير على 5 دقايق، واشوفها بقى بعد 5 دقايق النتيجة بتاعتها هتطلع عاملة ازاي. وادي بقى بعد ال5 دقايق طلع معانا زي ما انتم شايفين كده اهو مقرمش. عامل ازاي؟ بصوا بقى اللي لزقت في بعضيها دي، سامعين القرمشه؟ طبعا بطلعه في مصه كده عشان يفضل ايه مقرمش معانا، مفيهوش زيت زي ما انتم شايفين، وعملناه صحي، شيبسي صحي. وطبعا اهم حاجه تكون البطاطس معانا تحمير يا جماعه، نتاكد ان هي تحمير. اروح بقى اكمل الكميه اللي معايا.